عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعافيه. اليوم ان شاء الله حبيت نعمل وجبه عشاء سهله وبنينه برشا. باش نعمل ان شاء الله كفته او بنادق. خديت هنايا ملعقه اكل من البصل اللي رحيته كيف ما هكايا، معناها جيد برشا. بالنسبه للتوابل باش ناخذ نصف ملعقه اكل تابل كرويه، كذلك باش ناخذ شويه زنجبيل، شويه من الكركم، ملعقة من الثوم شيح، ملعقة شاي من الملح، وديما يبقى بالطبيعة حسب الرغبة. عندي هنا حوالي ملعقة من المعدنوس، 300 جرام لحمة مفرومة كفتة، معها كذلك شوية من الخبز المرحي، ملعقة زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلط توا كله المكونات كلها مع بعضها. نخليها هكا على شيرة، نحطها على شيرة. عندي هنا شوية جبنة الموتزاريلا، وكذلك زوز توابع جبن، خلطوا مع بعض كيما هكايا باش كوني كيما العجين. ناخذ توا اللحمه المفرومه نتاعي اللي عملتها توا، باش ناخذ كرة كيف ما هكايا، نحلها نشرحها بالشكل هذا. نحط فيها شويه جبن ونلفها. نقصر على الشكل هذايا. نشرحها بالشكل هذا، وناخذ الجبن نتاعي ونحطه في وسطها هكا، ونلف عليها. نكمل توا البقيه على نفس الشكل. هذوما الكعيبات اللي حضرتهم توا باش نحطهم على شيره. باش نعمل توا بسم الله الرحمن الرحيم، باش نعمل شويه توا من الطماطم نتاعي. عندي حوالي 400 جرام من الطماطم السائله، نفوحها كيف هنا. باش نعمل شويه هريسه مش ضروريه، نجم نستغنى عليها. تابل كرويه، ملح، شويه ثوم، كذلك عندي شويه حبق خاطر عاقده شويه، يلزمني نصب لها تشمال. بسم الله. باش ناخذ توا الكعيبات نتاعي ونصب عليهم الصلصه. بسم الله. سخنت توا الفرن نتاعي على 200 درجه باش نحطهم توا يطيبوا. اذا الكفته نتاعي او البنادق نتاعي طابوا، قعدوا في الفرن حوالي 30 دقيقه. خليتهم شويه بالورق الغذائي وبعدين نحيته، حطيت لها شويه جبن زدت عاودت حطيتهم في الفرن مره اخرى. هنا عملت هنا شويه سباجيتي، نجمو نعملو شويه من الصوص كيف. بسم الله. اذا كانت هذه فكرتي اليوم. عملت كفته ولا بنادق
باللحمه المفرومه وكذلك جبن. ان شاء الله يا ربي نالت اعجابكم، باقيكم بخير في امان الله.